وابتدت جلسات وأزمات وصفقات ورحيل بعض اللعيبة. وأهلا بيكم في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزمات وصفقات وجلسات ورحيل بعض اللعيبة ومشاكل كتيرة هنتكلم فيها. ولكن قبل ما ندخل حلقتنا فضلا وليس أمرا اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ونبدأ حلقتنا بالصلاة على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النادي الاهلي بيخطر 3 لعيبه من نجومه ان ده اخر موسم ليهم. طبعا جلسه خاصه مع ال3 لعيبه اللي هم اكيد الكل عارف، شادي حسين وبرونو سافيو وايمن اشرف، ويبلغهم ان ده اخر موسم ليهم مع النادي الاهلي. ويمكن انا من وجهه نظري معاهم في الراي ده، ان شادي حسين وايمن اشرف وبرونو سافيو مش ال3 لعيبه اللي قدروا يدوا للنادي الاهلي السنه دي. ومحدش يقول مارسيل كولر يمكن ما اداهمش فرصه، لان النادي الاهلي ماتشاته مش محتاجه فرص ولا محتاجه ان انا اشوف اي لاعب غير في التمرين بس وفي الماتشات الوديه بس. لكن شادي حسين اخد فرصته اللي الناس كلها السنه اللي فاتت قالت لازم شادي حسين. كلنا قلنا لازم شادي حسين ومهاجم كويس، لكن السن، ومش هنتكلم في السن، هنتكلم في الفرص اللي جات له كتيره مع النادي الاهلي الموسم ده وما قدرش يستغلها صح. برونو سافيو انا من الناس اللي بعد ما اتفرجت عليه، او يمكن لو هترجع لفيديوهاتي كلها عن برونو سافيو، قلت اوقات ما دخل او وقت ما دخل النادي الاهلي ووقت ما دخل التتش وهو بيعمل دريبلينج بالكوره، قلت انا متحفظ على اللاعب ده. وارجع للكلام ده من سنه بالظبط او من 9 شهور بالظبط، قلت انا متحفظ على برونو سافيو ومتحفظ على امكانياته، ومش ده اللاعب اللي يلعب في النادي الاهلي. واحط لكم الفيديو في الاي وهتلاقوه في اخر الحلقه ان شاء الله. طبعا برونو سافيو ماضي 3 سنين مع النادي الاهلي، والنادي الاهلي هيقعد معاه عشان خاطر ينهي التعاقد بالتراضي عشان ما يحصلش اي مشاكل، لان النادي الاهلي متعود دايما اللي بيكون موجود معاه في النادي حتى ولو يوم يمشي بكل احترام، ويمشي يكون حابب النادي الاهلي وبيحب النادي الاهلي وسايب ذكرى للنادي الاهلي كويسه، والنادي الاهلي سايب ذكرى ليه كويسه عشان خاطر يرجع تاني النادي الاهلي ولو زياره، زي جilberto زي فلافيو زي غيرهم من اللعيبه. نروح بقى للعيبه اللي جددت في النادي الاهلي. محمد شريف بعد تصريحه وقال ان انا اخر موسم ليا ده وممكن اوقع في اي نادي. الناس كلها فهمته غلط، لكن محمد شريف كان بيدي تنويه للنادي الاهلي واداره النادي الاهلي ان ده اخر موسم. وطبعا كابتن سيد عبد الحفيظ اجتمع مع محمد شريف وقال له انا عارف ان ده اخر موسم ليك، ولكن عندنا لعيبه تانية خلاص اعتبر خلصت مع النادي الاهلي وانت لسه في شهر 1 اللي جاي، فاحنا بنشوف اللعيبه دي وكده كده ان شاء الله هيتم تجديد معاك ان شاء الله الفتره اللي جايه. نروح بقى لموضوع حسين الشحات. والناس كلها بتقول ازاي يجي من العين الاماراتي ب90 مليون ويمشي ويتشرط على النادي الاهلي وما يتشرطش على النادي الاهلي. يعني الناس بتقول ده ساب 90 مليون وجاي يتشرط على النادي الاهلي. حسين الشحات ما اتشرطش على النادي الاهلي. حسين الشحات طلب من اداره النادي الاهلي ان هو ياخد نسبه المشاركه من العقد في البدايات. لكل اللي ما يعرفش نسبه المشاركه دي ايه؟ ان اللاعب بدايه العقد بياخد 25% او 50% حسب ما هو متفق مع النادي ومع مدير الكوره ومع مدير التعاقدات. دي نقطه. تاني نقطه، نسبه المشاركه اللي هي ال 25% بياخدها في الاخر. شاركت وعديت النسبه المعينه اللي هم بيحددوها مع بعض هتاخد عقدك كامل. ما شاركتش وما عدتش النسبة دي ممكن تاخدها 10% 15%. لكن حسين الشحات شاف ان هو الفترة اللي فاتت رقم 1 في النادي الاهلي، ولكن رقم 1 في النادي الاهلي جمهوره ولاعيبته كلها. ولكن حسين الشحات شايف ان هو دوره مؤثر في النادي الاهلي، وشايف ان مارسيل كولر بيعتمد عليه في التشكيل دايما، فهو طلب من النادي الاهلي ان هو ياخد نسبة مشاركة في البداية مش في اخر الموسم. وهو ده شرط حسين الشحات. لكل الناس اللي بتقول ده حسين الشحات اتشرط على الاهلي، حسين الشحات بيتشرط على الاهلي، حسين الشحات ما اتشرطش على اي حد، لان حسين الشحات ابن التالتة شمال وابن المدرج قبل ما يكون لاعب في النادي الاهلي.
نروح بقى لأزمة أحمد السيد زيزو. أزمة أحمد السيد زيزو مع نادي الزمالك. واحمد السيد زيزو طبعا السنه اللي فاتت وقع لنادي الزمالك وبياخد في الموسم الواحد 30 مليون جنيه. محدش يقول لك 15 مليون، محدش يقول لك 20 مليون، بياخد 30 مليون جنيه. والسنه اللي فاتت ده كان شرط التجديد. لكن قبل ما ندخل في موضوع احمد السيد زيزو، بالله عليك بالله عليك لو نسيت اللايك اعمله بالله عليك، ولو مش مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل الجرس عشان كل الحلقات توصل لك ان شاء الله. احمد السيد زيزو عمل ازمه في نادي الزمالك، او نادي الزمالك عمل ازمه معاه، لان احمد السيد زيزو السنه اللي فاتت اشترى جماهير نادي الزمالك واشترى حب جمهور نادي الزمالك ليه شخصيا، وطلب من اداره نادي الزمالك عايزين نكمل ارفعوا لي عقدي، مش عايزين نكمل هدفع الشرط الجزائي اللي هو $1,000,000 وهمشي. ده شرط احمد السيد زيزو. واحمد السيد زيزو قال لك اللي مشي مش احسن مني في حاجه. احمد السيد زيزو عايز برضه يامن مستقبله. احمد السيد زيزو مواليد 94 عايز يامن مستقبله، عايز يروح اي نادي في السعوديه او في الخليج زيه زي اي حد، زي طارق حامد، زي اي لاعب هيمشي من الزمالك. فاحمد السيد زيزو طلب من نادي الزمالك عشان خاطر يستعطفوا، طلب رفع عقده السنوي وما يكونش 14 مليون او 30 مليون او الكلام ده. الناس بتقول 14 والناس بتقول 15. انا بقول لك احمد سيد زيزو بياخد في السنه 30 مليون جنيه، فهو طلب من اداره نادي الزمالك رفع عقده عشان خاطر يقدر يكمل مع نادي الزمالك. هنروح لتصريح كابتن احمد حسام ميدو. كابتن احمد حسام ميدو قال عشان خاطر يستعطف جماهير نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك ما تزعلش من اداره الزمالك اكتر ما هي زعلانه. احمد حسام ميدو قال بالحرف الواحد ان شاء الله هيكون في 5 صفقات لنادي الزمالك مهمه جدا، وفي مبلغ هيدخل نادي الزمالك، مبلغ وقدره هنقدر نجيب بيه الصفقات. المبلغ ده اكيد مبلغ مصطفى محمد، ممكن يكون ممكن يبيعوا اي لاعب، ممكن احمد سيد زيزو يمشي، الكلام ده كله. ولكن احمد حسام ميدو بيستعطف جماهير نادي الزمالك وبيقول ان شاء الله ان في 5 صفقات عشان خاطر يهدي جماهير نادي الزمالك. لكن المشكله في حاجه، المشكله ان هو بيقول في 5 صفقات وفي مبلغ داخل النادي عشان خاطر نحل بيه المشاكل النادي ومشاكل الصفقات. طيب يا كابتن الفكره كلها مش في الصفقات، ولا الفكره كلها في اللعيبه، ولا الفكره كلها عند اللعيبه وعند لاعبي نادي الزمالك. الفكره كلها ان انتوا تحلوا مشاكل الاداره الاول، والفلوس اللي عليكم من اللاعب ده، من الفيفا، من اللاعب ده، من اللاعب اللي مشي ده، من المدرب ده، وبعد كده افكر في الصفقات اللي انا اجيبها. لكن انا احل مشكله الصفقات وانا عندي لعيبه محتاجه استقرار ومحتاجه اداره كويسه واداره في ظهرهم، ومحدش يقول انا اكتر من انت محتاج صفقات. حليت مشاكلك ومشيت واستقريت هتلاقي اللعيبه دي غير اي لعيبه. لكن ان انت بتقول هحل مشاكل النادي بالصفقات، طب ما تحل مشاكل الاداره الاول وبعد كده يحلها الف حلال. ده موضوع كابتن احمد حسام ميدو. هنروح بقى للموضوع المهم جدا، موضوع فيوتشر. وفيوتشر بدا يتنازل للنادي الاهلي، وكلمتكم في حلقه النهارده الصبح او حلقه امبارح بالليل، قلت لكم ان فيوتشر يخضع للنادي الاهلي. والنهارده فيوتشر طلب من اداره النادي الاهلي الحصول على خدمات كريم نيدفيد ومصطفى البدري. ولكن النادي الاهلي النهارده ارسل خطاب لنادي فيوتشر وقال لهم ان انا محتاج اللعيبه ترجع عشان خاطر محتاجهم الفتره الجايه، كابتن سعد سمير، مصطفى البدري، كريم نيدفيد، وطبعا ولو في اي لاعب تاني ماندو اللي هو الناشئ. اي لاعب من الاهلي اعاره لفيوتشر هيرجع الموسم ده، والاهلي هيسوقهم او الاهلي هيوديهم اعاره اي نادي بسبب اللي فيوتشر عمله. وبالنسبه لمحمد رضا بوبو، النادي الاهلي قال لك خلاص لو مش عايزين تدونا محمد رضا بوبو خلاص مش مشكله مش عايزين، ولكن لعيبتنا ترجع. ونادي فيوتشر بيستعطف النادي الاهلي عشان خاطر يسيب مصطفى البدري وحسام وكريم نيدفيد وكابتن سعد سمير واللاعب الناشئ او الاثنين لاعيبه الناشئين. وهو ده النادي الاهلي اللي احنا طلبنا منه السنه اللي فاتت، ان مجرد ما كريم نيدفيد يخلص اعارته وكل اللعيبه تخلص اعارتهم يرجعوا ويروحوا اي نادي تاني، عشان خاطر فيوتشر دايما عمل كده مع النادي الاهلي السنه اللي فاتت، والسنه دي نسي اصلا ان في لعيبه موجوده معاه وقال للنادي الاهلي لا. اتمنى ما كنتش طولت عليكم، واتمنى تكون الحلقه عجبتك. وفضلا والله سمره لو لسه ما اشتركش في القناه اشترك وفعل الجرس عشان يوصلك كل حلقاتنا ان شاء الله. واهم حاجه ما تكونش نسيت اللايك باذن الله عشان الحلقه توصل لكل الناس
باذن الله. السلام عليكم.